السلام عليكم، اهلا بكم في عمر سبعة. والنهارده هنتكلم عن من وجهة نظري اكتر لاعب مظلوم في العالم. يعني كتير مثلا نسمع عن لاعب جنسيته هي اللي ظلمته زي ليفاندوسكي مثلا، انما هاري كين ناديه اللي هو بيحبه هو اللي ظلم، وهي علاقة توكسيك اساسا ما بين توتنهام وهاري كين، ولكن هم مكملين فيها. طيب تعالوا نرجع بالزمن لورا حبتين كده نفهم مين هو هاري كين، نفهم قصته عشان في ناس كتيرة جدا مش عارفاه. اولا هاري كين اساسا كان مشجع الارسنال وكان في اكاديمية ارسنال، حتى هتلاقوا له صورة هنا بتيشيرت الارسنال، كان ساعتها بيحتفل بدوري اللا هزيمة بتاع 2004. وفي يوم من الايام ارسنال قالوا لابو هاري كين: بص يا حاج، ابنك مقلبص حبتين، مدور شوية كده، مش هينفع يكمل معانا. وهو فعلا كان مقلبص، هم مش بيتبلوا عليه يعني. فابوه طبعا قال له الكلام ده، ما قالوش ان هو مقلبص، بس قال له ايه، لازم تشتغل على نفسك اكتر من كده. وعموما ابوه كان بيدعمه جدا في موضوع الكورة. وفعلا هاري كين اشتغل على نفسه، انضم لاكاديميه واتفورد، ويشاء القدر ان هو يلعب ماتش حلو جدا قدام اكاديميه نادي توتنهام عشان توتنهام يعجبوا بيه ويشتروه. طبعا هاري كين ما قالش انا ارسنالي وابويا ارسنالي والكلام المصريين ده، لا، هو لقى قدامه فرصه واخدها. انضم هاري كين لتوتنهام. في اشاعه ان هو كان نص ملعب في الاول قبل ما يبقى مهاجم، وده يفسر البساط بتاعته، ولكن دي اشاعه انا مش متاكد. المهم ان هو في الاخر بقى مهاجم، وهو عنده 16 سنه تقريبا اتصعد للفريق الاول. وزي معظم الفرق في الدوري الانجليزي فضل يطلع اعارات، راح لليستر، راح لنورويتش، لحد ما في 2013 توتنهام كان عندها نقص في المهاجمين. ما عرفوش يجيبوا اي مهاجم في يناير، فاضطروا يرجعوه من الاعاره بتاعه نورتش. طبعا الجدير بالذكر ان توتنهام ساعتها كانت زريبه، يعني هي لسه زريبه لحد دلوقتي ولكن في نوع من الشخصيه، انما ساعتها كانت زريبه زريبه. طبعا بوتشيتينو مسك النادي في 2014 تقريبا، بعديها بسنه، وبعديها ظهر الوحش، ظهر هاري كين. توتنهام اساسا اتحولت، بقوا فعلا فريق مخيف، نفسه على الدوري كذا مره، اتأهلوا لدوري الأبطال كتير جدا، حتى خسروا نهائي دوري الأبطال في 2019. طبعا في 2021 هاري كين كان عايز يمشي، قال خلاص كفاية عليا كده، لازم اخد بطولة، ولكن النادي ما سمحش بده، تمسكوا بيه لحد ما هاري كين في الآخر استسلم. خلاص أنا هفضل مع النادي بتاعي اللي أنا بحبه وهاخد بطولة معاه. وده كان يا أخويا هاري كين. تعالوا بقى نتكلم عن موضوع هو ليه مظلوم، ليه أنا شايفه مظلوم. أولا تعالوا نتكلم على حظه، يعني بجد هي مش ماشيه معاه. الراجل نافس على الدوري زي ما قلنا كذا مره، نافس على الاف اي كاب كتير جدا، راح نص النهائي كتير، خسر نهائي كاراباو، خسر نهائي دوري ابطال اوروبا. يعني حتى في موضوع الدوري ده خسر الدوري لليستر، يعني كان في دوري مفيش اي حد شايف قدامه غير ليستر وتوتنهام، وفي الاخر توتنهام ما عرفتش تاخد الدوري برضه. فهي واضح ان هي مش ماشيه معاه. اي نعم هو معاه عاهات، يعني مش هنختلف في ده، ولكن برضه يعني بطوله واحده يا اخي، يعني مش ممكن اللي بيحصل ده. تعالوا بقى نتكلم على كلام الناس، ليه انا شايفه فعلا مظلوم واندر ريتد. اولا هاري كين مكروه جدا في انجلترا، يعني لو حد متابع الوسط الرياضي هناك محدش بيحبه، مع ان انت لو سالت اي مشجع لنادي منافس هيقول لك انا عايزه في فرقتي، بس هما بيكرهوه انا مش عارف ليه. في برضه الناس بتقول ده ما عندوش طموح، ده مش عارف، مش عايز يسيب توتنهام ويروح بره وياخد بطولات ومش عارف ايه. طب يعني بالعقل كده، هل انت تروح مثلا باريس ولا بايرن ولا ريال مدريد، تاخد 4 دوري، تاخد دوري ابطال، تاخد 500 كاس، هل ده اصعب واحسن، ولا ان انت تقعد مع ناديك اللي انت بتحبه وتاخد بطولة وانت اسطورة النادي وانت الكابتن وانت الهداف التاريخي؟ يعني مين الاحسن بالعقل كده؟ يعني انا بالنسبة لي هو ده الطموح. نيجي بقى للكلام اللي بيعصبني اكتر، الكلام المستفز بقى، ان هو معهوش بطولات خالص، 267 جون في الزباله، هداف التاريخي وما عملش حاجه. طب انا نفسي افهم، يعني انت بتدي اللاعب قيمته على حسب جوائزه ايه الجماعيه؟ انت كده ما بتتكلمش على الجوائز الفرديه، لان هو اخذ احسن لاعب ناشئ والهداف مرتين، وموسم تاني الهداف واعلى اسيستات. فانت كده ما بتكلمنيش على الجوائز الفرديه. بالنسبه للجوائز الجماعيه فانت كده بتقول ان وائل جمعه احسن من فان دايك،
يعني ما احنا بنعبط بقى، احنا بنقول اي كلام، الجوائز الجماعيه ومش عارف ايه، ده اسمه عبط. الجوائز الجماعيه دي تستخدمها لما يكون في مقارنه ما بين اتنين وانت مش عارف تختار مين، بس يعني مثلا ميسي ورونالدو، ميسي اخد كاس العالم خلاص ميسي احسن، انما ما تقولش لاعب وحش بس عشان معهوش بطولات جماعيه، يعني ده مش منطق. وبعيدا عن اي جايزه وبعيدا عن اي حاجه، انا بالنسبه لي هاري كين يعني من اعظم المهاجمين على مر التاريخ. يعني بعيدا عن الفينش الخيالي بتاعه، هو موهوب جدا في موضوع الفينش، بس البساط بتاعته خرافيه يعني بجد. انت ممكن تقارن البساط بتاعته بدي بروين، يعني انا بقولها اهو، انت ممكن تقارن البساط بتاعته بدي بروين. اي نعم هو هيخسر، ولكن في مقارنه. يعني هتلاقي اهو 3 بساط على الشاشه انا مختارهم من كتير جدا، يعني هو بيعمل من دول مثلا 2 كل مره. يعني الراجل المفروض ايه، يبقى في احترام اكتر من كده. بجد الراجل ده من اعظم المهاجمين اللي جم في التاريخ. يعني انا مش شايف حد احسن من هاري كين اخر 10 سنين مثلا غير سواريز وروني، غير كده مش لاقي. يعني ما تقوليش اجويرو، ما تقوليش ليفاندوفسكي، ما تقوليش بنزيما طبعا، ويا سلام بقى لو تقول لي هالاند. يعني هنخسر بعض كده. بمناسبه موضوع هالاند، انا ملاحظ ايه، ان في اصوات بدات تعلى ان السيتي بيلعبوا اوحش. الفرق ايه بقى، ان انا قلت الكلام ده عز ما هو كان بيجيب الهاتريكات بتاعته اللي في الست ارض دي. انا بقول بس بعد اذنكم بلاش موضوع هالاند وموضوع اجويرو ومش عارف ايه ده. لازم نحترم الراجل ده اسطوره، مش في توتنهام بس، في الدوري الانجليزي وفي انجلترا وفي العالم كله. بعد اذنكم حبه تقدير. ممكن نكون خلصنا الحلقه، ما تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا سلام.